السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده الجرس الطريه بطريقه سهله وبسيطه، مكوناتها موجوده عندنا في كل بيت. هقول لكم كده على المكونات اللي معايا 2 كيلو من الدقيق، ومعايا كوبايه سمنه وكوبايه زيت، معايا لبن طبعا على حسب ما العجينه بتاعتي ما تلم، معايا معلقتين كبار من الخميرة الفورية، معلقتين كبار من السكر، وطبعا رشة الملح، ومعايا كيس من البيكنج باودر. طبعا انت لو حابة تعملي كيلو بس يبقى الكيلو هيبقى عليه كوباية سمنة على زيت، يعني نص سمنة ونص زيت، ونص كيس من البيكنج باودر، ومعلقة واحدة من الخميرة الفورية، وطبعا رشة الملح، ومعلقة كبيرة من السكر. لو هتعملي كيلو بس انا حابة ان انا اعمل 2 كيلو، فانت ايه براحتك، يعني حابه تعملي كيلو، حابه تعملي 2، حابه تعملي اكتر، براحتك، دي حاجه ترجع لك. جبت هنا كده طبق بلاستيك كبير عشان اعرف اعجن فيه. نزلت كده بالكميه الدقيق اللي معايا، طبعا انا نخلت الدقيق الكميه كلها، وهضيف كده كيس من البيكنج باودر والخميره ورشه الملح وطبعا السكر، وهديهم كده ايه تقليبه كده، كل المكونات الجافه اللي معايا هخلطها مع بعض. هخلطهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هبدأ انزل كده بالسمنة والزيت اللي معايا. لو انت مش حابة تعجيني بلبن صافي، ممكن لبن على مية، مفيش اي مشكلة يعني، بس اللبن بيخلي الجرص بتاعتك بيكون طعمها حلو، بيكون طعمها احلى كمان من اللي انت ضايفه لها مية. خلاص كده نزلت كده بالزيت والسمنة اللي معايا. طبعا انا هشيل المعلقه خالص وهشتغل بايديا، هفرك كده الدقيق بتاعي بالسمنه لحد ما يشرب خالص، وبعدين هبدا انزل باللبن اللي معايا. ادي كده يا بنات، بعد ما كده شربت كده كميه الدقيق كلها الزيت والسمنه اللي معايا، هبدا انزل كده باللبن وابدا ان انا اعجن. نزلت كده بحبه كده من اللبن وابدا كده الم في العجينه بتاعتي. طبعا العجينه بتاعت الغرز بتاعتنا بتكون طريه شويه، بس مش طريه اللي هي بتلزق في ايديكي، لا تكون طريه كده حلوه. هوريكم بس كده بعد ما اعجن، هوريكم شكل العجينه بتكون شكلها عامل ازاي. شايفين؟ تفضلي كده تعجني فيها لحد ما العجينه بتاعتك تبقى طريه، وفي نفس الوقت بص تلم من الطبق خالص كده، ما يبقاش فيه اي عجين في طبق كده، تعرفي ان العجينه بتاعتك اتخدمت حلو كده في الايه اثناء العجن يعني وكده. بعد ما عجنتها يا بنات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس انا ما بحبش اطول عليكم، هبدأ كده ان انا افردها في الطبق كده، عشان وبعدين هغطيها واسيبها ايه لحد ما تخمر. بديها كده بعد ما بفردها كده في الطبق، بديها كده مسحة من الزيت، مسحة بسيطة خالص من الزيت كده على الوش، وبعدين هغطيها واسيبها كده ايه تخمر. هي ما بتاخدش يمكن نص ساعة في الخمر، عشان خاطر جو حر زي ما احنا ما عارفين الصيف وكده، فما بتاخدش وقت خالص. ادي كده يا بنات العجينه بتاعتي ما شاء الله بعد ما اختمرت، يعني اخدت كده حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع كده، وكانت ما شاء الله ملت الطبق زي ما انتم ما شايفين كده. وهنا كده بوريكم العجوه اللي انا هحشي بيها. انا هعمل حبه كده ساده وحبه كده ايه محشيين عجوه. جبت العجوه بتاعتي كده، حطيت لها شويه زيت وعجنتها كده في بعضيها، وبعد كده كورتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان تسهل معايا كده وانا بشتغل. وهنا كده يا بنات الصيجان اللي انا ايه هشتغل فيها على طول، يعني انا هقطع العجينه على الصيجان وهفرد في نفس الصاج اللي انا مقطعه عليه يعني. بس جايبه كده شويه زيت عشان خاطر ادي مسحه كده للصاج بتاعي، ادهنه يعني ادهن القاع بتاع الصاج. وكمان وانا بشكل كده العجينه بتاعتي، باخد كده ايه، باخد في ايديا شويه من الزيت كده، يعني عشان خاطر العجينه بتاعتي ما تمسكش في ايديا وكده تكون سهله معايا. بصوا مسحت كده الصواني كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وادي كده باخد مسحه برده بسيطه خالص وانا بقطع العجينه. شايفين العجينه ما شاء الله
طرية وحلوة وكانت الله اكبر عليها يعني. باخد كده من العجينة، باخد كده قطعة صغيرة. انا هعمل الجرص معاكم صغيرة، انت طبعا على حسب ما تحبي، حابة الجرصة بتاعتك تكون كبيرة براحتك يعني، حابة تخليها كده بالحجم اللي انا عاملاه ده برضو بيكون حلو وبيديكي كمان كمية اكبر. باخد قطعة كده من العجين وبكورها، وبعدين بفردها كده واحط فيها الكرة بتاعة كرة العجوة اللي انا عاملاها، وبعدين بلمي عليها العجينة تاني. بعد كده بعد ما اقطع الكمية كلها، كمية العجين كلها على الصجان يعني وكده، هبدأ اخد اول صاج انا عملته وقطعته، ابدأ ان انا افرده. طبعا العجينة دي بتتخمر مرتين. بصي يا بنات كده، بعد ما شكلت كده كمية العجين كلها، عملتها كور، سبتها طبعا لحد ما اختمرت كمان على الصواني، وبعدين بدأت ان انا كده افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. آه، الصواني ديت اللي كان فيها العجوة، بصوا بفردها بالشكل مكانها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان ما نقولهاش لما بتنقلي العجينة بتاعتك او الفطيرة بتاعتك من صاج لصاج الخمر بتاعها بيفش كده وبتكون مش حلوة. بس كده، ادي كده يا بنات، فردت كده كمية العجين كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعلمت كده اللي انا عاملاهم بعجوة، عملتهم كده بالسكين كده من على الوش عشان خاطر يبقى معروفين. بس وادي كده شكل العجينة بتاعتنا. طبعا بعد ما فردتها كلها عملتها قرص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا غطيتها وسبتها لحد ما اختمرت تاني، وبعدين هاخد اول صاج انا عملته وهبدأ ان انا اسويه. هنا كنت مولعة الفرن. طبعا الفرن بيكون عالي، وفي نفس الوقت لو الفرن بتاعك فيه مروحة يا ريت تشغلها عشان توزع الحرارة كده في الفرن كله، وكله يستوي ويبقى لون واحد. هنا حطيت صاجين، يعتبر اول صاجين انا شكلتهم، هما اللي بدأت فيهم ان انا اسويهم وكده. طبعا باخد بالي كمان لما بحط الصاج في الفرن كده، باخد بالي من وقت للتاني، بقعد الف الصاج، اجيب اللي بره جوه واللي جوه بره، عشان خاطر يبقى كده كله لون واحد ويسوي كله مع بعضيه، متبقاش واحده فاتحه وواحده غامقه يعني. هنا الصاج معلش بس كان سخن شويه، فما كنتش عارفه اتحكم فيه. بوريكم كده شكل الفطير بتاعنا وهو في الفرن يعني بيستوي، بيكون شكله عامل ازاي. خلاص كده هنا يا بنات، طبعا سويت الكميه كلها. بوريكم شكل كده الفطير بعد ما طلع من الفرن، ما شاء الله حلو. وده اللون بتاعه كمان، التصوير والله يعني ظلم بأمانة يعني التليفون مش عاطي الفطير بتاعنا حقه يعني في اللون وكده. بس بوريكم كده شكله. طبعا ديت الكمية كلها ال2 كيلو، طلعوا لي الكمية المحترمة اللي انتوا شايفينها دي. بيكون كمان اوفر بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره، وهو مش مكلف، وفي نفس الوقت ما بياخدش وقت معاك يعني في العمل يعني وكده. بس وبوريكم كده التسوية بتاعته ما شاء الله. الفطيرة بتاعتنا واخدة لون حلو من فوق، وكمان واخدة لون ذهبي حلو كده من تحت. وادي قلب كده الفطيرة بتاعتنا اللي بالعجوة ما شاء الله حلوة. وهنا كده نهاية الفيديو، مع السلامة.